وهم صاغرون. اقرأ هذه الآيات. آيات العين، أنا كما قلت لكم العين إن أردت أن تعلم أن بك سحرا أو عينا فأتي بكأس ماء، كأس ماء، واجعل السبابة في الكأس، واقرأ آية الكرسي 7 مرات، وادفل بعد كل مرة 3 مرات واشرب الماء، فإن لم تستطع شرب الماء فاعلم أن بك سحرا بالداخل. شكرا يا أخي جيمو. أما الثانية إن أردت أن تعرف أن بك مسا بالعين، العين الحارة، العين القاتلة، أن تضع يدك في الكأس وتقرأ الفاتحة وآية الكرسي، وتقرأ الآية الثالثة ما هي؟ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. والرابعة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والخامسة قل أعوذ برب الفلق فإن أصابك دوار في رأسك فاعلم أن بك عين حارة، يعني إن شربت الماء وأصابك دوار في رأسك فاعلم أن بك عين حارة، ولا تلجأ إلى رقاة الماء والزيت، أنت تكفي نفسك. شكرا يا أخي، شكرا والله شكرا. أنا لم أتعود على هذه الهدايا جيم الأساسي. بارك الله فيك. تهادوا تحابوا، وأنت قد دخلت من باب قد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، ولكن المسلمين لا يفقهون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونها أصلا، يسمعون ولكن لا هم لا يعقلون. يقول تهادوا تحابوا، تهادوا بالنظرة الطيبة، تهادوا بالكلمة الطيبة، ليس بالمال أو بأشياء كهذه. نعم شكرا. الكبوسة إذا سأعيدها. ها الله يخليك إن شاء الله. بارك الله فيك أخي الكريم الراقي. نعم أنا أوصيكم، يعني سهلة أن تأتي بكأس ماء. شكرا. كأس ماء، كأس ماء، وتضع السبابة هاته بعد الوضوء، وتقرأ آية الكرسي 7 مرات فقط، 7، وبعد كل مرة تدفل 3 مرات فتشرب الماء. فإن لم تستطع شربه فاعلم أن خادم سحر بالمعدة، فإن استطعت شربه عادي وهناك أعراض فاعلم أن عندك ماذا؟ جن عاشق. بالنسبة للرجل فإنه بالدبر، وبالنسبة للمرأة فإنه في الرحم. جعلنا وإياك من طالت أعماله وحسنت أعماله من الصحة والعافية. جعلنا وإياك من الباص والجنون والجذام إن شاء الله المختار. بارك الله فيك.